ومن العزف والموسيقى والغنى وصلنا للكلمة الرائعة للشعر، مجال الإبداع الرائع جدا. الإسكندرية فيه بتثبت وجودها جيل بعد جيل. من الجيل الشاب الرائع جدا اللي احنا بيسعدنا ان احنا نعمل اطلالة عليه أمنية فاروق. أمنية فاروق شاعرة واعدة بتبشر بالخير، ليها صوتها المميز ولفتت الأنظار وفازت في أكتر من مسابقة شابة في أصول الثقافة. هنبدأ معاها اللقاء حالا. يا ليل العاشقين بالله، ما تكسر قلبي لصبية رماها حبيب مليها الله. يا ليل العاشقين بالله، ما تدفنها ولا تسيبها بتحضن خام من الدخان في وسط النار. بيجي نهار فبتجمع بواقي وشوش بتشبهها في وش بشوش، وصوت الناي في نبرتها بتلضم باقي موناليزا في ضحكتها ودعوتها. يا ليل بالله ما تزرعني في حضن ازاز بيحضن جرحي ويتبت. انا والله ما هتبت في حضن الدل، لكني هزرع ورد في جروحي فيطرح سم، فهيشمه وهتشمه كأنه ورود وهو في الأساس سمي. يا عم الليل كده كفاية، أنا أسفة، أنا أصلا ما ينفعش أسيب العتمة واحضن ضل، لا بيدفي ولا بيحضن ولا بيداري أوجاعي. صنعني خدعة للباقي دواير من عبير الروح. كفاية جروح في حضنك كنت بتدفى وبتدارى، بتحمي نفسي من نفسي تعالج في انفصام الروح. يا عم الليل كده كفاية، أنا أسفة. لأول مرة هحكي لك ما حبتهوش ولا نسيته، أنا أدمنته فلقيته ورماني بدوني وبدونه. فبترجاك ما تتكاش على جروحي وتسحب روحه من روحي وتبقالي. أنا والله أوطاري مليها السم من قوله، مليها الجرح من كونه، مليها العشق من دونه، ولسه بتطلبه مني يجوز من حضنها لدمي. يا عم الليل حرقت خيوطك الدايبة، مسحت دموعك السايبة، كسور كسرة ومربوطة كمطرة يوماتي بتنقط دموع في القلب مسمومة. جمعت عيوبك المرة وحطيتهم في نار أيدة كمبنى كبير من الرملة، في عز السقعة مبنية في شط البحر، فأصبح طينة في المية. يا ريت تفهم يا ليل بالله، يا ليل العاشقين بالله لا تنساني.